السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة القلب اللوز بطريقة جد سهلة وبمقادير جد بسيطة، ويجي ذوقها مثل اللي يتباع في المحلات وناجحة 100% بإذن الله. تبعوا معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. أنا في هذه الوصفة استعملت كأس 200 مليلتر، وانتم استعملوا الكيلة اللي حبيتوا. المهم كيلو بنفس الكيلة في كل مراحل هذه الوصفة. نحتاج إلى 4 كؤوس من الشيشة السميد الخشن، ونزيد عليها 3 كؤوس من السكر، ورشة ملح، وملعقة صغيرة من الفانيلا. نخلطوهم مليح كامل مع بعض، غير وين يتخلطوا من ندلكوهمش بين يدينا، غير نخلطوهم. ونزيد عليهم ثلث كأس من السمن او من الزبدة، واش اللي يتوفر عندكم. ونبسوا هذيك الشيشة والسكر مليح بهذاك السمن. ونحتاج ايضا الى نصف كأس من الماء وماء الزهر. نرشو هذيك الشيشة تدريجيا حتى وين نكملوا هذاك النصف الكأس. شوفوا بعد ما درنا له ماء وماء الزهر، ونغطيوه بكيس بلاستيكي، ما لازمش يدخله الهواء، ونخليوه يبات ليلة كاملة. ودوكا نوليو للشربات. نحتاج الى 2 كؤوس من السكر و4 كؤوس من الماء بنفس الكأس اللي كيلنا به من قبيلة، نكيلو بها دوكا. ونخلطهم ونحطهم على النار حتى وين يبداو يتغلوا. نحسب لهم 10 دقائق ونطفي عليه. نزيد له نصف كأس من ماء الزهر وعصرة خفيفة من الليمون، ونخليه حتى يبرد. وبعد ما خليته بات ليلة كاملة، شوفوا تلقوه ناشف. ودوكا نحتاج الى كأس نصف ماء ونصف ماء الزهر. نخلطوهم. شوفوا كيفاش نستعملوا يدينا، غير اصابع يدينا نفرقوهم ونحركوهم بنفس الاتجاه كما تشوفوا ندير في الفيديو. نحركوا بنفس الاتجاه غير باصابع يدينا. شوفوا كيفاش يولي القوام. اللي عنده بيترا يستعمل بيترا. شوفوا قعد لي ثلث من الماء في ذلك الكأس. ناخذ شوية سمن ولا زبدة ندهنوا به الصينية. بهذيك الطريقة تقدروا تذوبوها وتدهنوها بالبنسو. وانا اليوم حبيت ندير قلب اللوز محشي. ناخذ نصف من هذيك الكمية من العجينة، نحطوها في البداية من التحت، نسويها بالملعقة غير بالعقل هكا، ما نضغطوش عليها. ونزيد له شوية لوز مرحي او كوكو مرحي، واش اللي يتوفر عندك. اذا حبيتيه ديريه محشي بيان سور. ونزيد له شوية كاكاو،
ونزيد له نصف الكمية من العجينة اللي بقات لنا. شوفوا كيفاش جت العجينة سهلة للاستعمال. وناخذ الملعقة ونسويها غير بالعقل، ما نضغطوش على العجينة. وبعد ما سويتها دوكا نقطعها غير نتراسيو من الفوق، ما نقطعوهاش حتى لتحت. خذيت اللوز اللي نستعمله وخليته في الماء لمدة ساعة هيك باش ما يتحرقنليش. تقدري ديري كاوكاو، تقدري تستغني عنهم تماما ما تديري والو. وندخله مباشرة للفرن مسخن من قبل على درجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة. وشوفوا بعد ما يطيب القلب اللوز نقطعه حتى لتحت. ودوكا ناخذ السيرو والشربات. شوفوا كيفاش يتشرب. قلت لكم كل ما يتشرب لكم القلب اللوز ديالكم معناتها ناجح 100%. شوفوا كيفاش يتشرب. يقعد لي كأس من الشربات اللي درته، ما لازمش ديروه كامل، غير يكون زيادة خير ما يكون نقصان. ونخليه لمدة 12 ساعة على الأقل باش نقطعوه ونقدموه. شوفوا انايا بعد ما خليت القلب اللوز نتاعي 24 ساعة. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على شعار القناة الظاهر أمامكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء، سلام.